ازيكم عاملين ايه؟ يا يا رب رب دايما تكونوا تكونوا كويسين كويسين وبخير وبخير. يا رب. واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات سليم وإيمي. ايوه وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. يا رب يعود علينا وعليكم بكل خير وسعادة يا رب. يا رب وإن شاء الله تبقى أيام مفترجة علينا وعلى الناس كلها أجمعين يا رب العالمين. يا رب. مش هنطول عليكم النهاردة. معانا معانا ومعاكم أسطورة النهاردة الترندات. أسطورة. مش عارفين قلنا نبتدي بيه آخره فين. رمضان مش عارفين لازم آخره فين. نبتدي بيه رمضان، لان هو بجد هو تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي يوم الا ويوم. لما لازم يعمل حاجتين او 3 يطلعوا ترند. فاحنا قلنا نجرب حاجة من الحاجات اللي هو منزلها جديدة. هو طبعا منزل حاجات كتير، بس احنا للأسف ما لقيناش تقريبا كل الحاجة. فدي الحاجة الوحيدة اللي احنا عرفنا نجيبها. فطبعا هو مين أسطورة الترندات؟ طبعا مين؟ بلبن. بلبن يعني والله فعلا يوم ويوم. يعني انا لسه بقول لايمان مثلا عايزين نروح نجيب، تقول لي لا استنى نجيب ايه ده نزل مش عارف ايه. ايوه اقول لها طيب ماشي. اجي تاني يوم ولا بعدها بيومين اقول لها عايزين نروح نجيب، تقول لي لا استنى ده نزل ده وده وده. فمش عارفين. الفكره كلها وما شاء الله برضو رحت كالعاده كل سعاده، وقفت في الطابور برضو بتاع ساعه وي عشان اجيب الحاجه اللي انا عايز اجيبها. تيجي قبل ما توصل ان انت تطلب تلاقي حاجة الاوردر خلصت. بتاعك يقول لك مفيش. طب ايه اللي موجود دلوقتي؟ هو ده اللي موجود. حاجات معينة ورحنا كذا فرع كمان يعني. اه يعني احنا سألنا في كذا فرع، فاحنا معرفناش نلاقي غير حاجة من دي تقريبا لما اغلب الحاجات الجديدة بالظبط. في بوكس واحد يعني. بس فدي كانت من ضمن الحاجات الحلوه. يعني احنا كنا عايزين نجيب كذا حاجه، لقينا بقى ده في كل الحاجات دي مره واحده. أيوة. فده كان حلو يعني. هو ده كان اسمه حظنا ايه حلو. بقى؟ الحلولاني. حلولواني مش عارف احنا بننطقه أيوة صح ولا لا غلط. صح حلولواني. الحلولواني يعني مش عارف هو بيتعبنا معاه ليه برضه، انا مش عارف. اهو استنى مش مكتوب. نشوف الحلولواني بس هي الحلولواني هتتقلب بقى مش عارفة ولا ايه، بس قشطة يعني. الحلولواني ده انا رحت كنت عايز اجيب. هو منزل كذا حاجه يعني، ان شاء الله ممكن لو عرفنا نجيبها تاني برضه لوحدها مع انها موجوده هنا. سمبوسك. بس هو منزل سمبوسك ولوز اللوز. محشيه مش عارف كنافه بالبيستاشيو ولوز اللوز وحاجه اسمها المزيه وحاجه اسمها كيكه الهبه جولد. هو منزل حاجات كتير قوي. انا رحت عشان اجيب الحاجات دي اغلب الفروع مش لاقيها. ومنزل حاجه اسمها كريم ديلا كريم، بس ما لقيتهاش برضه يعني. الراجل قال لي بصراحه، قال لي طب ما انا عندي حل حلو قوي. قال لي طب ما هو في حاجه هي فيها ال4 حاجات دول اللي انت عايزهم. قلت له طب ده حلو قوي الدنيا بقى اهو. بس فقلت له لا جميل. فراح جايب لي بقى دي. طب عصاير، طب قلت له عايزين نجيب عصير. جبنا من عنده برضه عصير بس ما لقيتش. يعني انا جبت كنت عايز اجرب الاختراع اللي هو الازازه بتاعته اصلا حلوه قوي. السوبيا. الازازه جامده قوي اصلا. كنت عايز اجرب اللي هو السوبيا بالبيستاشيو، ما لقيتهاش برضه. فجبنا سوبيا عاديه قلنا نجربها. سوبيا. فاحنا النهارده هنجرب معاكم في بلبن الاختراع بتاع الحلولواني. الحلولواني ده مكون من 4 حاجات. زروت بقى احنا محتاجين اهو اللي هو لوز اللوز، قطعة لوز اللوز والمزية، و3 اللي هو سمبوسك محشي، والمزية اللي هي بالمانجا، ودي الهبة. الهبة هبت علينا يعني. الهبة هبت على الطبق كله بصراحة. بس عشان كانت لسه سايحة بقى كانت لسه طازة وما شاء الله برضه يعني. الله أكبر عليه. زحمة يعني. اللي الفلوس من انا عايز ادخله معايا. مضايقك؟ يعني انا بحاول اوريها لكم بس يعني ايه ان شاء الله ما تتقلبش. فكانت فرصه حلوه. اتفضلي ان احنا نجرب. يعني انا كنت رايح اجيب ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده. ايوه. فقال لي هم كلهم موجودين في حاجه واحده اسمها الحلولواني. انا طبعا ما نطقتهاش وراه، قلت له هات لي منها بس ما نطقتهاش. قعدت احفظ كتير قوي استوعبها في المنيو اصلا واقراها مش عارفه. الحلولواني. فيلا تبتدي بايه؟ انا يعني ابدا من قدامي. تعال نجرب لوز اللوز. اوكي انا واحده دي لوز اللوز. يلا بينا. انا مش عارف هي مكوناتها ايه. احنا بندوق لوز اللوز بقى. ده طريقه قوي. واضح ان هي برضو فيها رز بلبن تحت وكيكه. ده رز بلبن. واضح ان هي اللي كان بيعملها زمان. التريليتشي. يا هو الجمال. خفيفه قوي. فيها كراميل. صح. كراميل وحاطط قطع لوز بقى. حاطط قطع لوز. بص هو في رز بلبن تحت. استنى بس اقول لك انا دلوقتي. في رز بلبن اهو تحت، وبعد كده طبقه كيكه، وبعد كده اللي هي الكريمه بتاعتهم دي اللي بتحط على الوش، بعد كده لوز وحاطط كراميل.
هي حلوه طبعا ما فيهاش كلام، هي خفيفه قوي. بس هو عمل ايه، تحس ان هو عمل ريبراندنج للكيكه بتاعت التريليتش اللي كان بينزلها. هي بالنسبه لي هي رز بلبن وعليه الكيكه وعليه صوص الكراميل وحط قطع لوز سماها لوز اللوز. لوز اللوز هي طعمها حلو بس يعني بالنسبه لي هو يعني عمل مسمى تاني لحاجه احنا واكلينها قبل كده بيعدل يعني. الحاجات عنده، بالظبط بيعدل كده. المسميات. بالظبط. بس هي طعمها حلو، طعمها حلو، خفيف قوي، خفيف قوي كمان. واللوز مش طري، لوز محمص حلو. والرز بلبن تحت حلو قوي. لا فيري نايس. لوز يكسب معانا. لوز اللوز حلوه. وهي عنده في منها مقاسين، مقاس كبير ومقاس صغير. مش فاكره اسعارهم قوي، كانوا هما محطوطين على المنيو عنده عامه على السكرين. بس هو عامل منها مقاسين يعني عامه لو هتشتروها لوحدها يعني. نخش على الألمازية ولا نخش على دي عشان الألمازية تهدي معانا عشان ده انا شكله دمار شامل. الهبة شكلها هتهب. ما هي لا احنا بندوق عشان احنا ما نروحش فيها. نخش على الهبة. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الهبة ده يا لهوي ايه ده في حاجة بتغرز. ده في بلاوي. ده كيكة وبصوا ده كيكة شوكولاتة. وبعد كده ده صوص بيستاشيو وكنافة بيستاشيو. وبعد كده نوتيلا فوق. يا خرابي يابا. ده دي هتبقى تقيلة قوي. بسم الله. هي شوكة واحدة بس. سكر بس. دي تجيب السكر للسليم. يا لهوي مسكرة قوي. حلوة وكل حاجة بس مسكرة قوي بصراحة. حلوة جدا. خلاص كفاية شوكة. ماشي. حلوة جدا بس هي تو ماتش سكر يعني. هي كيكة شوكولاتة وحطت عليها طبقة كنافة بيستاشيو وبعد كده حطت كريمة بيستاشيو وبعد كده حطت نوتيلا. حلوة جدا 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 بس سكر كتير. لا صعبة يعني. هي حلوة سكر كتير أوي. بس للي يقدر على السكر بقى. للي يقدر. انا ما اقدرش يعني. دي اخف بكتير. اللوز اخف وهاديه وجميله تتاكل كده. والرز بلبن مخففه بالظبط. لا دي حلوه بس تقيله جدا جدا جدا. كويس ما جبتش كبيره منها اصلا. ما كناش هنقدر نعمل برضو. الماتيريال بتاعت كل حاجه بيستخدمها بصراحه ما فيهاش غلطه. لا جميل بامانه يعني كلمه حق تتقال. مفيش اي حاجه من المكونات اللي محطوطه الكواليتي بتاعتها تحسها وحشه او طعمها مثلا يعني فيها طعم مش حلو. لا بجد كل الفليفرز اللي محطوطه في الحاجه ملهاش حل. نخش على بعضه. ايه ده تقيل كده وراها على طول. ما هو عشان انا عايز اخفف. اصل دي جواها تقريبا كنافه بيستاشيو برضه. دي اللي هي سمبوسك دبي. دي سمبوسك. انا فاكره بقى سعر السمبوسك دي عنده البوكس فيه 6 ب 95 جنيه. 95 جنيه. ايوه هنا حاطط في البوكس ده 3 بس. ادوق انا وانتي بقى. سمي الله ثم كل بيمينك ثم اديني في السكر. ايه بقى مكوناتها ايه؟ نفس القصه. جواها كنافه بيستاشيو. انا قريت المكونات وانا واقفه هناك على المنيو بس مش عجباني قوي. مش حلوه. مش حلوه خالص بصراحه. صح. يعني سمبوسك لا صراحه. مع ان صورتها على البوستر كان حلوه قوي. صوره بس هي ان انا اروح اجيبها بصراحه ناشفه. العجينه بتاعت السمبوسك نفسها تقريبا هم عشان عاملين كميات فحاطينها في التلاجة تقريبا كتير. فانت لما بتيجي تاكلها دلوقتي الكنافه حلوه بس هي الكنافه مش غرقانه في الصوص. لا هي مش حلوه صراحه يعني. مش هديها اي مبرر يعني معلش. مش هديها مبرر يعني. مش ده اللي احنا متعودين منه. احنا عارفين السمبوسك بحاجات تانية يعني. هي دي احنا مش ده اللي احنا متعودين منه على بلبن يعني. لكن دي 10 من 10 مع ان انا كنت مراهن عليها والله. صورتها كانت حلوه قوي. اللوز بصراحه انا اديها 10 من 10 بامانه.
دي حلوه هي قوي. الهبه دي حلوه قوي برضو، بس هي الناس اللي ما بس بتحبش عايزه حد الحاجه عنده المسكره هبه. قوي ما يحاولش يتقل فيها طب ما بصراحه تدينا يعني. شويه صوبيا بقى وبعد كده نخش على اخر حاجه. ممكن نضرب شويه صوبيا. الازازه شكلها عسل اصلا. انا عجباني قوي اقسم بالله، عجباني قوي الماركتينج عنده يا جماعه، حلو جدا. بس انا ما لقيتش برضو الصوبيا اللي بالبيستاشيو. طب قلت له يا باشا عندك ايه؟ قال لي عندي صوبيا بس. قلت له هات صوبيا بس. فندوق الصوبيا. حلوه برضو، مسكره سنه برضو الصراحه. بس حلوه الصوبيا. حلوه. او انا ما عادش لا في السكر قوي بقى ولا مش عارف، بس هي مسكره شويه بس حلوه يعني، الطف لذيذه. من الهبه. نخش على اخر حاجه بقى اللي هي ايه، انا مستنيه قلت اسيبها للاخر عشان دي اللي هتهضم معانا. اسمها ايه؟ دي الالمازيه دي برضو مش فاكر، بس انا عارف ان هي فيها مانجا. المانجا غرقانه اهي، وهي برضو مانجا عنده بصراحة. منها حجمين، حجم صغير وحجم كبير. نضرب المازيه. اتفضل. نشوف بس ايه بتقول عباره عن ايه. ايه بقى؟ كيكه برضو اهي، ده كيكه وكريمة. وعليها مانجا. ومانجا. وبسم عايزه اخد الله. حته بعيده عن الشوكولاته اللي سرحت دي. مم. اهم حاجه المانجا حلوه، عشان المانجا لو مززه حلوة هتخلي قوي. طعم الحاجه وحشه. حلوه قوي وفعلا خفيفه قوي ومريحه للاعصاب. مريحه للاعصاب قوي. ايه ده مش كيكه، مش عارف كريمه باين ولا ايه، مش ده عارف. عامل زي طبقه كريمه كده تحت، او زي بودنج، وحاطط عليه بقى المانجا. بس هي طعمها حلو الصراحه، طعمها حلو قوي. اضرب دي. انا استاذ ادم خلف الكواليس. المونتير المخرج بتاعنا استاذ ادم. ايه رايك؟ حلوه حلوه قوي دي بصراحه. دي حلوه يعني دي انا حلوة. دي ودي دول خفاف قوي. بصوا حته اللي هو عاملهم جداد اصلا. البيستاشيو والنوتيلا لما بيميكسوا مع بعض مع كنافه، فده حلوه بس تقيله. من ساعه ما البيستاشيو ده طلع واحنا بقوا بيدخلوه في كل حاجه. بس ان هو بقى رخيص البيستاشيو ده. رحنا في داهيه والله العظيم. هي ليه كل الحاجات اللي طالعه؟ انا شايف الترند اللي طالع دلوقتي اليومين دول اي حاجه معموله بالبيستاشيو. والله هو بقى بكام البيستاشيو؟ بكام يا جماعه دلوقتي؟ حد عنده؟ انت لسه جايب غالي والله. بس دي حلوه قوي. دوق دي يا دودي. حاضر. ايه رايك؟ حلوه خفيفه. دي احلى ولا دي؟ حاسب بس كده، حاسب الاثنين. اوكي. بس لا اوفرول بصراحه انا بعشق بلبن كده ما فيهوش كلام. احنا كمان معلش انا اسفه ان انا بقطعك، بس جبنا كمان البوكس بتاع الشوكولاته النوتيلا اللي عاملها بلبن. فتحناها بصراحه كمان، هي حلوه بس برضو مسكره زياده عن اللزوم، بس ككواليتي حلو قوي. وان هم كمان حاطين جواها قطع بندق حلوه قوي. فحلوه وسعرها كام؟ 230 اعتقد. لا زي كده 200 مش اقل. كان هي حاجه و70 باين. لا 230 في الرينج ده، مش فاكره قوي السعر، بس جبناها. وبعدين هي مش يعني هي مش موجوده في بلبن بس، ممكن تجيبوها من موجوده في الهايبر ماركت. احنا جايبينها من هايبر. حلو بلبن. هايبر حلو بلبن انه حلو. ايوه انا عجبني. فيا رب تكون التجربه هي فعلا بوكس جميل. بوكس اصلا سعره حلو يعني. البوكس كله تقريبا الاربعه دول ب 290 جنيه لو انا متذكر صح. فحلو يعني على ان البوكس ده يكفي. هو هيكفي وسعره كويس وممكن يكفي اصلا كذا حد كمان. فيا رب تكون التجربه عجبتكم واستنونا في فيديوهات كتير جايه وحلوه من يوميات سيريم وإيمي. باي باي.